البط بالذات لما ينقطع عن المية 8 أو 9 أو 10 ساعات من انقطاع عن شرب الماء، وتحط له المية بعد العشر ساعات بفقع وبموت. يعني هو بفقع وبموت على السريع، ما بطول. فأنسب حل إنه لأنه إحنا كمربيين في أوقات بيجي علينا بننسى اللي هو طيورنا، ننسى إنه إحنا نرعاهم. بس بنرعاهم بس من الصباح، وبنطلع على أشغالنا، على مواعيدنا، على طلعاتنا، على أي حاجة، وبننسى إنه إحنا نهتم فيهم في المساء. بصير لهم 8 10 ساعات من غير موية، انقطاع عن الموية من آخر مرة شربوا فيها. وكلنا عارفين إنه البط برضو كمان بخلص الموية على السريع. يعني أنا بحط لهم 4 لتر، 4 لتر، وبخلصوه بنفس الساعة بتخلص فلازم كل شوية تعبيها، كل ساعة تعبيها، كل ساعة تعبيها. فزي ما شايفين عندي نوعين او نوع من البط، ولكن باعمار مختلفة. هذا العمر تقريبا شهر، والثاني العمر تقريبا اسبوعين او اسبوع ونصف. بسم الله ما شاء الله. طيب، اكتشفت سر كثير 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 حيفيدكم. قبل ما فادني حيفيدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان، ان شاء الله اليوم حنشوف وحنثبت ايها افضل تربية البطيات الصغيرة من عمر يوم لعمر شهرين أو 3 شهور في الأقفاص، أم على الأرض أحسن. فأيها أحسن، الأقفاص أم الأرض؟ يعني تربيها هيك، تطلقها هيك، تعملها بركة وكلي من طيبات ما رزقناكم. حنستكشف في الفيديو هذا السر، وحنشوف وحنفرجيكم ايش صار فيها في قبل وانا كنت اربي في الاقفاص، وهلقيتها في اللي هو تربية الارضي. فمش طول عليكم زي ما تعودنا، وربط حزمة الامان، وانزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعل تنبيه جرس الفائقة بحزين ليصير كل جديد. وخلنا نروح. ليتس جو. طيب، بعد ما اكتشفنا سر كثير كثير قوي في تربية كتاكيت البط أو تربية البط بشكل عام، اكتشفنا يا إخوان سر كثير 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 حيفيدكو. طبعا كلها تجارب. إيش بصير عندي أنا في المزرعة بحكي لكو، وبنطلع بنتيجة إنه الكل بيطلع راضي. تمام. السر يا إخوان إنه تربية البط بتحتاج بركة، وبتحتاج تربية في الأرض. يعني أنت لازم تربي اللي هو الطيور البطيات وهي صغيرة، تربيها في منطقة فيها أرض، رملة، معادن، كالسيوم، حاجات بتحتاجها اللي هي الكتاكيت، على أساس إنه يعني تكبر وترعرع بظروف ملائمة لإلها. طبعا إذا بتلاحظوا هان البركة اللي أنا سويتها متسخة، فحننظفها وحنبلاها مية، ونشوف الكتاكيت تبعتنا. صراحة أكلوا ولعبوا وسبحوا، ولكن حيرجعوا ثاني يسبحوا ثاني بعد ما ننظفها، بعد ما تحلو في عينهم. فخلنا على السريع ننظفها يا اخوان، لانه زي ما انتم ملاحظين فيها احجار واغصان وحاجات يعني بدها تنظيف. خلنا ننظفها ونجيب اللي هو الخرطوم ونحط المويه. فحنرجع يا اخوان نتكلم في فوائد اللي هو تربية كتاكيت البط الصغيرة، وحفرجيكوا عملي يعني ايش صار عندي عملي، وحجم البطة قديش كبرت عن لما انت تحطها في مكان مغلق او في بيت او في قفص، او تحطها فوق سطوح، يعني تربيها على سطوح او صبة. فحنرجع نتكلم، ولكن خلكم معنا ننظف البركة الاوساخ ونحط البربيش او الخرطوم ونشوف ايش بدنا نسوي. فاتمنى تضلكم معنا يا اخوان.
تمام يا اخوان، زي ما شايفين نظفنا البركة من الاوساخ، وحطينا الاوساخ في الجردة الهان في البوكسة، وحنتم اللي هو رميها نفيها. وزي ما شايفين مش حتكلم اكثر منه. اكبر فائدة انه انت تربي طيورك او طيور الكتاكيت الصغيرة الا وهي البطيات على الارض، فايدة بحت يا اخوان. قبل كنت اربيهم في الاقفاص اللي انتم شايفينها هذه، واحيانا ما اكذبش عليك وانسى احط لهم مويه. فنوعيه البط بالذات لما ينقطع عن الميه 8 او 9 او 10 ساعات من انقطاع عن شرب الماء، وتحط له الميه بعد العشر ساعات، بفقع وبموت. يعني هو بفقع وبموت على السريع، ما بطول. ف انسب حل انه لانه احنا كمربيين في اوقات بيجي علينا بننسى اللي هو طيورنا، ننسى انه احنا نرعاهم، بس بنرعاهم بس من الصباح، وبنطلع على اشغالنا، على مواعيدنا، على طلعاتنا، على اي حاجة، وبننسى انه احنا نهتم فيهم في المساء. بصير لهم 8 10 ساعات من غير موية، انقطاع عن الموية من اخر مرة شربوا فيها. وكلنا عارفين انه البط برضو كمان بخلص المويه على السريع. يعني انا بحط لهم 4 لتر، 4 لتر، فبخلصوه بنفس الساعة بتخلص فلازم كل شوية تعبيها، كل ساعة تعبيها، كل ساعة تعبيها. فزي ما شايفين عندي نوعين او نوع من البط، ولكن باعمار مختلفة. هذا العمر تقريبا شهر، والثاني العمر تقريبا اسبوعين او اسبوع ونصف. فبسم الله ما شاء الله. استعمدت او جربت الطريقتين، الطريقة اللي هو الأقفاص الحبس، وكان يموت من عندي يعني كل الفقس ما يتمش منه إلا حبة. فالطريقة هذه اللي أنا ربيت فيها البط، إنه أنا أحطه في الأرض وأطلق عليه الموية زي ما شايفين هان بركة، فهيك بياخد راحته. حتى كمان بستخلص من البركة معادن وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم وحاجات كثيرة. برضو الأرض فيها، التربة فيها اللي هو حاجات كثيرة، معادن وحاجات يعني فايدة بحت للطيور اللي هي الصغيرة. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني فقس من الدور اللي هو آخر دور تقريبا 12 بطة، تم منهم 11. فهذا اشي كثير كثير حلو. واللي قبليها اللي هو اللي عمره شهر فقسوا 12 وتم منهم برضو 11. فاشي برضو كثير كثير حلو انه نفقد واحد من الفقس كله. لنيجي نلاحظ على الفقس اللي قبل، يعني كان قبل يفقس عندي يتم من 14 4 3، يعني آخر دور تم من كل الفقس تقريبا واحدة. مش عارف، ما أعتقد هنا هي، مش عارف وينها، جيت بنشوف وين راحت. أنا ما أعتقد، خلنا نفتح نشوفها. أنه أنا حابس هان، حبسهم. بسم الله، هيها حبسها مع الذكر. طبعا هذه هي تمت، هذه يا اخوان. حبسها مش من انه هو بده يخصبها، ولكن انا حبستها هي والانثى الثانية كمان. فهذه تمت يا اخوان من تقريبا 18 او 17 حبة. كيف تمت هي؟ سبحان الله، مع انها كانت لما انسى احط لها مية وكلهم يتسطحوا ونفقد 4 بعدين 3 بعدين 5، كله سبحان الله نسوة مني او اكون مشغول. فتمت بس هذه من 17 او 18 حبة. انتم متخيلين يعني هذه بحق 18 حبة ماتوا. هم صغار، انا بحكي لكم من عمر يوم لعمر تقريبا 3 أو شهرين. فالحمد لله يا اخوان انه احنا يعني توصلنا لطريقة. لربما في بعض منكم بتواجهوا هذه المشكلة، انه البط تبعه بموت لانه بنسى يحط موية ومشغول. فهذه الطريقة الأنسب إنه أنت تربي فيها الطيور هذه البطيات، وتحط لها اللي هو الموية بشكل بركة.
فهذا انسب طريقة صراحة. انا بعد التجربة، يعني بعد تجربة اللي هي تجربة تربية البطيات، وكلكم شاهدتوا في الفيديوهات اللي قبل والسنة اللي فاتت كان كله فقس بط فقس بط فقس بط، بعكس السنوات اللي قبلها كان فقس اللي هو رومي. يعني قعدنا تقريبا سنتين فقس رومي، بعدين سنة فقس اللي هو دجاج وكتاكيت الدجاج، بعدين قعدنا سنتين كمان فقس بط، وهي السنة الثالثة في فقس البط وبدينا ها بالرومي نسترجع اللي هو محتوانا تبع زمان. تمام. بالنسبة اللي هو الفيديو هذا أنا مش عارف حينزل على القناة الأولى ولا على القناة الثانية، ولكن اللي مستغرب على كلامي بقول 5 سنين ودخل على اللي هو حول ولقى اللي هو أنا منزله مثلا على القناة الثانية، ولقى على دخل على حول ولقاها إنه ماليش إلا سنة فاتح القناة. فأنا عندي قناة ثانية أتمنى تزورها، ولسه مش عارف هل حنزله على القناة الأولى أو القناة الثانية. فالمهم هيا بتعبي البركة، أمورنا سالكة، والتجربة يا إخوان اللي هي نزلتهم تحت للأمانة استفدت كثير. وكمان حبيت إن أنا أفيدكم، يعني أقولكم إنه هذه طريقة كثير كثير حلوة ومفيدة لإلكم كمربيين. وتقوليش لقيت أنت ليش بتنسى إنه أنت تحط لهم مية. كل بني آدم بمر في ظروف، يعني شغل، تطلع من الصبح بتطعميهم بتشربهم بتروح على شغلك، وتقوليش وصل اولاد. مهما توصل اولاد مهما توصي فيش حد بدير باله على شغلته غيرك، يعني ما فيش حد بدير باله على ماله غير اللي هو صاحب المال. فصراحة منظرهم كثير كيوت وهم بتلاعبوا وبيجروا هيك سبحانك يا رب. تمام. حنستناها تعبي وحرجع لكم في أكم من هالدقيقة اللي متبقيتين، فخلكوا ونشوف النتيجة النهائية. مع انها حلوت القعدة وبدن هم ينزلوا، مش عارف مش باين لانه الشمس فوقينا. فحنجيكم وهي متعبية موية. تمام يا اخوان، خلينا نروح نشوف ايش صار في البركة ولوين انتملت. صراحة يا اخوان اجى 3 حبات البط البكيني او المولر او البط الشخشاغ ولا الغرغار، والان ما عارف ايش اسمه ايش بتسموه عندكم. المهم اجا وقعد يسبح وعكرها، ماله بالهنا عكرها خلاها تتعكر. فالمهم خلنا نرجع، وطرد البط الصغير هذا طرده كله كان يسبح ومنظره كثير حلو، راح طرده ماله بالهنا، خلاه يقوم عن اللي هو او يبعد عن البركة وهيك. فحنستناها كمان شوية تتعبى لهان، وحنفصل الموية وحننهي معاكم الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا اللي عجبكم قدرنا نوصلكم لو فكرة صغيرة. وطبعا يا اخوان كل حاجة بتصير عندي كتجربة بحكي لكم اياها اول باول على اساس انه الكل يستفيد. وهذه كانت تجربتي في تربية الاقفاص وتربية الارضي، وطلعت تربية الارضي احسن بمليون مرة من تربية الاقفاص. الى هنا انتهت هي حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفعل بحيث يصلكم كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من الابتسامة.
أكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا أخوان.